السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، ومعاكم دكتور عمرو الهادي في محاضرة جديدة من محاضرات مهارات تصميم الهيكل التنظيمي اللي بتقدمها لنا أكاديمية تميز للتدريب. إن شاء الله في محاضرتنا دي هنعرف موضوعات جديدة عن الهيكل التنظيمي. هنعرف إيه هي أهداف الهيكل التنظيمي، هنعرف إيه هي المعايير اللي بيمشي عليها الهيكل التنظيمي، هنعرف ايه هي عناصر الهيكل التنظيمي. كل الكلام ده هنعرفه في محاضرتنا النهارده. اول حاجه، ايه هي اهداف الهيكل التنظيمي؟ اول هدف هو ان الهيكل التنظيمي بيبين تقسيم الاعمال بين الموظفين، ده اول شيء، وبيحدد انواع الوظائف، سواء وظائف رئيسية في المؤسسة أو وظائف مساعدة أو وظائف استشارية. تاني حاجة بيوضح الهيكل التنظيمي، بيوضح خطوات السلطة والمسؤوليات والاتصال الرسمي للمؤسسة، تظهر المسؤوليات والسلطة بدءا من أعلى إلى أدنى، من أول رئيس مجلس الإدارة إلى أدنى مستوى إداري. ثالثا بيبين الهيكل التنظيمي عدد المستويات الإدارية الموجودة في المؤسسة، حجمها، نوعها، نشاطها، كل الكلام ده. رابع حاجة، الهيكل التنظيمي يوضح العلاقات والتنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية، يعني علاقة مثلا إدارة الحسابات بإدارة الإنتاج، بيوضح العلاقة ما بينهم. إدارة المخازن بإدارة الحسابات، كل الكلام ده، إدارة المخازن بإدارة الإنتاج، كل الكلام ده بيوضحه الهيكل التنظيمي. طب بيوضح إيه كمان؟ بيحدد الهيكل التنظيمي نطاق الإشراف والمسؤولية لكل رئيس أو مدير من خلال معرفته لعدد المرؤوسين اللي تحتيه. فأنا مدير مثلا، أنا برؤوس حوالي مثلا 4 موظفين شغالين معايا في الإدارة بتاعتي، وهكذا. وأنا أتبع المدير الفلاني، والمدير الفلاني بيرقصني أنا ومجموعة أخرى من المديرين، وهكذا. طب بيفيد الهيكل التنظيمي كمان في مجال التدريب، فبيستخدم مثلا في البرامج التدريبية لتعريف الموظفين بأقسام المؤسسة ومواقعهم فيها ودورهم المؤثر في المؤسسة. وكمان بيستخدم الهيكل التنظيمي كوثيقة توضيحية بيقدر يوضح وممكن الاستعانة بيها عشان دراسة التطور التاريخي والوظيفي للمؤسسة في فترة معينة. بيعرفنا مثلا، ممكن كمان نستخدمه كوسيلة استبيان إذا كانت المؤسسة بتتبع الأسس والقواعد التنظيمية السليمة ولا لا. طيب عرفنا كده الأهداف، هنعرف إيه هي المعايير، معايير الهيكل التنظيمي. أول معيار هو معيار وحدة الهدف، حيث بيبقى كل تنظيم في المؤسسة أو كل وحدة إدارية في المؤسسة ليها هدف محدد بتسعى إليه، والهدف ده بيكون تابع للأهداف العامة للمؤسسة. طب تاني معيار إيه؟ تقسيم العمل. كل فرد في المؤسسة مسؤول عن جزء من العمل في المؤسسة، فبيعد فريق، كل واحد ماسك جزء. طب إيه كمان؟ وحدة الرئاسة، كل فرد بيبقى ليه مدير أو رئيس هو المسؤول عنه،
يتلقى منه الأوامر والتعليمات، ما بيقدرش يشتغل إلا من خلاله هو فقط. طب إيه كمان المعيار الرابع؟ هو تساوي السلطة مع المسؤولية، إن كل مسؤولية وظيفية بتتبعها سلطة بتمكنه من أدائها. يعني كل سلطة بيتبعها إيه؟ مسؤولية. المسؤولية دي كل مسؤولية وبيبقى إيه؟ بتتبعها وظيفة تتبعها سلطة، بالتالي بتمكنها من أدائها. يعني أنا دلوقتي موظف أو أنا مدير، ليا سلطة. السلطة دي باستخدام هذه السلطة كوظيفة بتمكنني من أداء إن أنا بقدر أتعامل مع المرؤوسين اللي تبعي، فبالتالي هي بتمكنني من إيه؟ من حسن الإدارة، إدارة الموظفين. الوظيفة هو خامس إيه؟ معيار، إن التنظيم الإداري على أساس الوظائف ونوع العمل ما بيكونش ليس على إيه؟ على أساس الشخص. يعني التنظيم الإداري دلوقتي يتخذ على أساس الكفاءة ونوع العمل، وليس على أساس الأشخاص كمعيار. طيب إيه المعيار السادس؟ اللي هو قصر خط السلطة. كل ما تقل المستويات الإدارية في المؤسسة كل ما بتزداد الفاعلية فيها. مؤسسة يدوبك عبارة عن مستوى أعلى اللي هو رئيس مجلس الإدارة ومدير العام، ده المستوى الإيه؟ الأعلى. طب المستوى الأدنى مديري رؤساء القطاعات مثلا، ده المستوى الأوسط. طيب المستوى الأدنى بدأ من المدير العام فيما تحت. فكلما قصر المستوى الإداري كلما ازدادت فعالية المؤسسة، بتمكننا من إيه؟ من حسن إدارة المؤسسة وحسن الإنتاج فيها. طيب آخر حاجة من المعيار هو معيار المرونة. ليه؟ لازم التنظيم المؤسسي يبقى عنده قابلية لمواجهة المتغيرات، سواء متغيرات داخلية متغيرات خارجية، في وقت قصير دون الحاجة لإحداث تعديلات جوهرية. مش محتاج إن أنا أعمل تعديلات جوه مثلا إن أنا أعدل في إدارة أو أشيل إدارة أو أحط إدارة. لا، أنا ممكن أعمل تعديلات من خلال مثلا إيه؟ إن أنا يكون عندي مرونة تقدر تتقبل هذه المتغيرات وتقدر تتغلب عليها وتقدر تتكيف معها. طب ايه عناصر الهيكل التنظيمي؟ عناصر الهيكل التنظيمي زي ما قلنا قبل كده هو عبارة بيعرفنا وجود الوحدات الإدارية مختلفة للمنظمة، دي أول شيء، ده أول عنصر. تاني حاجة بيحدد نوع التخصص والمهام في العمل، بيحدد نوع التخصص، ده شخص مسؤول عن كذا، وده شخص مسؤول عن كذا، ده شخص مسؤول عن كذا، وهكذا. ده محاسب، ده مهندس، ده دكتور، ده كلهم بيخدم في مكانه. بيوضح نطاق الإشراف وخط السلطة في المؤسسة، بيحدد مين اللي على رأس القائمة كسلطة عليا، ثم بيتبعه مثلا مين المشرف عليه. كل واحد وعليه مشرف، كل واحد وعليه رئيس، كل واحد وعليه مدير هو اللي بيحكمه، فالعملية مش ماشية عشوائي. طب ايه كمان؟ بيوضح لنا فين مواقع اتخاذ القرار من حيث المركزية، من حيث نوع الإدارة نفسها سواء مركزية أو لا مركزية. فنوع الإدارة لما يكون مركزية مثلا بيكون هو صاحب القرار، هو واحد، هو رئيس مجلس الإدارة. لكن اللامركزية لا، كل إنسان في فرع معين بيدير الفرع بتاعه، فهو مسؤول على الفرع، فهو اللي بيقدر يتخذ القرار. وأخيرا إن شاء الله
أتمنى تكونوا استفدتم في الحلقة دي، وإن شاء الله تابعونا في المحاضرات الأخرى من دورة تصميم الهيكل التنظيمي. وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.